أريد أن أتزوج بالذكاء الاصطناعي. كانت هذه كلمات أحد الأصدقاء عندما كنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. فهل هذا ممكن؟ فيلم هير أجاب على هذا السؤال عن طريق سرد قصة البطل ثيودر. ثيودر إنسان يعاني من الوحدة والحزن الناتج عن انفصاله بزوجته، ولكي يتجاوز بطلنا أزمته قرر أن يشتري سامانتا. سامانتا هي نظام تشغيل قائم على التعلم الآلي، كانت بمثابة زوجته لأنها بكل بساطة نجحت في إرجاع المعنى لحياته. وأنا أحكي هذا لصديقي كان سعيدا ومستمتعا بالقصة. المسكين لا يعلم شيئا عن النهاية. وفي أحد الأيام لم يجد ثيودر سامانتا، وهذا ليس من عادة الذكاء الاصطناعي الذي يكون متاحا على مدار الساعة. بطلنا يلتقط أنفاسه بصعوبة خوفا من الرجوع لحزنه ووحدته المخيفة، ولكي يعلم بعدها أن سامانتا كانت فقط تقوم بتحديث النظام، وأنها أيضا لا تتكلم معه هو فقط بل مع الآلاف وفي آن واحد، وتحب كذلك المئات. هنا كانت الصدمة الكبرى، وتركته لأنه لا يرقى لمستواه. هذه الحلقة لم تحرق الفيلم لأنه فيلم ما وراء السطور، والمغزى هو طرح فكرة العلاقات العاطفية بالذكاء الاصطناعي. هل من الممكن أن تكون هناك علاقات عاطفية بين البشر والذكاء الاصطناعي؟ أنتظر رأيكم في التعليقات. أما أنا فسألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة. كنتم معي أنا حمزة، دمتم في رعاية الله.